من مساعدة اجتماعية إلى رسامة ومقاولة. أزول، مرحبا بك في الحلقة 11 من مولاتشي عرفينا براسك. السلام عليكم، عائشة جيبو، 34 سنة، من مدينة كازا، صاحبة مشروع أرتيشا، رسامة في المنضلة ومصممة الهدايا الشخصية. شنو هو المشروع ديالك؟ أرتيشا هي ماركة مغربية، سمول بيزنس، فيها الأعمال اليدوية اللي كتعتمد على الرسم وعلى فن المنضلة، وبالخصوص على الديكور اللي خاص بالمناسبات بحال الأعراس، الخطوبة، المهم المناسبات اللي خاصة، وحتى الهدايا الشخصية. كيفاش اختاريتي اسم المشروع ديالك؟ بالنسبة للفكرة ديال المشروع أرتيشا، في الأول ما كانتش عندي الفكرة أنني غندير مشروع ولا سمول بيزنس. كانت عندي هواية ديال الرسم، وكنت ديك الساعة خدامة اسيستونت سوسيال، فكان الوقت الفراغ ديالي كنرسم فيه، وكنت كنبارطاجي في لاباج هكا ديالي ديال الفيسبوك. فمن بعد لقيت الناس انهم عجبهم داك الشيء، فبداو كيسولوني، كنشارك هكا في لي باج كيسولوا على الفن، فين تعلمتي هذا الشيء، فين نقدروا نلقاوه. هكا درت باج فيسبوك في الاول، غير باج نبارطاجي مع الناس وصافي. من بعد ولات الفكره، ولات يعني ولاو الكليان، ولاو الناس كيكومونديو باغيين، قال لك باغيين يشريو. فهكا بدات الفكره ديال الارتيشا. واش ممكن تعاودي لينا اكثر؟ من بين المنتوجات اللي عندنا في ارتيشا اللي كان في هذه السنه من المبيعات اللي حقق مبيعات كبيره، الطقم الملكي او المجموعه الملكيه اللي تشهرت بزاف عند البنات، كان عليها واحد الطلب كبير في هذا الصيف هذا. كتكون من القطع الاساسيه، كيكون بلاطو ديال المرايه، معاه جوج كيسان تيكون فيهم الحليب بطبيعه الحال، وكيكونوا بيرسوناليزي على حسب الذوق ديال الكليان، وكيكونوا جوج شميعات فيهم حتى هما السميات، وكيكون معاهم هذا بول ديال التمر، وبورت ديال لي باك. المهم كيكون ديزاين على حسب الكليان شنو بغا، على حسب الالوان اللي اختار. فهذا كنعتبره من المجموعات اللي قرابين ليا، وكيعبروا على ارتيشا بزاف. شحال د الفلوس باش بديتي مشروعك اول مره؟ صراحة كميزانية اللي بديت بها ما كايناش واحد الميزانية اللي، حيت كيف قلت لك بديتو كهواية، فمرة كنت ديك الساعات كنشري شي حاجة. مي اخر حاجة فاش اخر صالير في الوظيفة اللي كنت فيها، يعني استثمرته كامل، خديت به السلعة، وبطبيعة الحال المساعدة ديال الاب ديالي. وهكا بديت شوية بشوية، يعني بديت بواحد الميزانية اللي صغيرة، وداكشي اللي كنبيعو ديك الساعات كانفيستي فيه، كناخد ثاني سلعة واحدة اخرى، شوية بشوية تكبر المشروع. كيفاش تغير الروتين ديالك من مورا ما وليتي مولاتشي؟ صراحه تبدل بزاف. فاش كيكون عندك سمول بيزنس، ما كتبقاش عندك واحد الحياه اللي هي يعني الخدمه للدار ولا لي زاكتيفيتي، ممكن كتولي ديك الخدمه داخله لك في حياتك. تقدري تفيقي مع 8 الصباح، ما تسالي حتى الثلاثة الليل، كتخدمي في المناسبات، تخدمي في عطل، يعني ما عندكش واحد الوقت خاص بك. كتقدري تجي بعض المرات على صحتك، على بزاف د الحوايج، مي كتكون بالحلاوه ديالها، يعني كدير داكشي عن حب وعاجبك. خصوصا هادشي اللي كندير انا، كنبارطاجي مع الناس المناسبات الخاصه ديالهم، فكديرو وانت فرحان، ماشي كتحس براسك انك مجبر. شنو الحاجه اللي بدلات فيك المقاوله؟ المقاوله صراحه بدلت فيا بزاف د الحوايج. يعني زادتني انني نكون انسانه عمليه اكثر، مسؤوله اكثر. زادت لي واحد، غيرت لي الشخصيه ديالي صراحه. وليت اجتماعيه بزاف، لانه هاد الدومين كيفرض عليك ان يكون عندك علاقات بزاف مع الناس. خاصك تمشي تقلب على السلعه، خاصك تنيغوسي، المهم كتلقى راسك ان عندك واحد الشبكه خلقتيها بلا ما كتحس، وكيوليو عندك كليان ديالك في مناطق بزاف، فكتولي سوسيابل اكثر. حاجه اخرى تزادت، ان كتعرف على مجالات اخرين جداد، يعني ما كنتيش كتوقع انك غتبحث فيهم شي نهار. يعني كتلقى راسك خاصك تكون مصور، خاصك تفهم في التسويق، خاصك تفهم في السوشيال ميديا، يعني فيها بزاف د الحوايج صراحه. شكون اللي دعمك في بدايه المشوار ديالك؟ اول حاجه كنقول الحمد لله انني كانت عندي واحد الثقه بالنفس وايمان قوي بالفكره ديالي، لانها كانت فكره جديده ما كايناش في السوق، وما كاينش شي واحد داير بحالي باش نقدر نسولو ولا ناخذ معلومات. يعني غتبدا بواحد الحاجه ما كايناش، فخصك تدافع عليها وتقاتل عليها. فهذه اول حاجه. وثاني حاجه بطبيعه الحال العائله ديالي، الام والاب ديالي، خوتي، الناس المقربين صراحه كاملين.
الناس اللي اصدقاء او ما عنديش بهم واحد العلاقه وطيده غير في السوشيال ميديا، مي غير كيشوفوا داك العمل وكيوصل لهم واحد لي سونتيمون زوينين كيشجعوك، كيقول لك كملي استمري في هذا الشيء راه غتوصلي. فالحمد لله كان واحد الدعم كبير، وكان الدعم حتى من الناس اللي قالوا لي راه هادشي ما يتمشاش لك في المغرب، ما غتلقايش اللي غيشريه. يعني خلق واحد التحدي بالنسبه لي ان يعني نبين لهم انه راه لا، هاد الفكره غتنجح وكاينين الناس اللي غيبغيو هادشي. الحمد لله. قولي لينا شنو هي أصعب خطوة جاتك؟ صراحة أصعب خطوة نقدر نقولوا الخطوة الأولى. البداية دائما كتكون صعيبة، والخطوة ديال أنني فاش قررت نخلي المجال اللي قريته والتخصص ديالي اللي عندي فيه خبرة وندوز لواحد المجال ما كنفهم فيه والو، من غير أنني كنعرف نرسم. صافي هذه هي الخبرة اللي كانت فيا، ولكن ما كانش عندي خبرة ديال التسويق التجارة، ما كانش عندي صراحة. فكانت هذه خطوة كبيرة وخديت وقت كبير باش أنني خديت هذا القرار. في البداية صراحة كانت صعيبة، وكانت من اللحظات اللي صعابين شوية ماشي بزاف. فاش انتقلت، فاش كنت في فيلاج صغير كان عندي اتولي تما، كانت الطبيعة الكال، وجيت لكازا مدينة كبيرة. المهم كتلقى شوية الصعوبات انك تندمج، مي الحمد لله. باش تنصحي العيالات اللي باغيين يدخلوا المجال المقاولة؟ كنصح اي وحده بغات دير مقاوله او تبدا بمشروع صغير ديالها، تكون عندها ثقه بالنفس، وتكون ثقه في الفكره ديالها، ويكون عندها يعني واحد المهارات هي شادهم مزيان. يعني ما تدخلش وهي ما عندهاش شي حاجه اللي متاكده منها، تكون كتقن واحد الحاجه مزيان وتوكل على الله وتغامر. ما تغامرش ديك المغامره الكبيره اللي تقدر تخسرها بزاف د الحوايج. تغامر بواحد الميزانيه اللي تقدر ما تاثرش عليها. انا من المنظور ديالي حيت هكا بديت، فحتى الا خسرتي ما كتخسرش بزاف، كتوكل على الله وكتبدا، وكتكون عندك واحد المصداقيه، تكون صادق في العمل ديالك، متقن العمل، وربي كيسر الامور. شنو هي لا تسهيجويت بالنسبة لك؟ اللي تسجويت صراحه تعرفت عليها عن طريق الاخت ديالي مريم، هي اللي عرفتني عليها وعرفتني على هاجر. فاش تعرفت عليها صراحه عجبني الحال وفرحت، حيت لقيت ناس بحالي كيشبهوا ليا. يعني في الوسط اللي انا فيه ما كاينش مقاولات، ما كايناش زعما شي وحده صاحبه مشروع خصوصا فيه العمل اليدوي. فكتلقى راسك فاش كتبغي تبارطاجي المشاكل او الحوايج اللي عندك في الخدمه ما كتلقاش ناس بحالك كيفهموك. فاش دخلت لي تسيجويت لقيت فريمون كاينين ناس بحالي، بنات هما بادين مشاريع، عندهم نفس الصعوبات، عندهم يعني نقط مشتركه بزاف. فصراحه كانت معرفه خير، خصوصا فاش دوزت معاهم الفورماسيون ديال بداي. كانت صراحه فورماسيون زوينه اللي تعرفت فيها على بنات هما عندهم نفس الافكار، نفس المشاكل. المهم كانت موتيفاسيون ليا في ديك الساعه، حيت كنت يلاه جيت لكازا، كنت شويه ديال كتحس براسك انك بحال عاد غتبدا عاوتاني. مي كانت صراحه فورماسيون زوينه. حتى انت زعمي وبداي دابا.